هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل. هذه الحياة مراحل. من أجمل العبادات وأجلها عند الله عز وجل وأفضلها في الموازين الصيام. والله جل وعلا يقول: وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. مسافة وهو كبيرة بينه وبين النار تحجزه، وهذه المسافة كما بين السماء والأرض بيوم في سبيل الله عز وجل. لما علم بعض الصالحين أنه من مات وهو صائم وجبت له الجنة، كانوا يكثرون من الصوم يرجون أن يقبضهم الله عز وجل وهم صائمين. إحدى الصالحات، إحدى العابدات، قبل وفاتها قالوا لها اشربي ماء، قالت لا، أنا 30 سنة أنتظر هذه اللحظة، وقبضها الله وهي صائمة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه الحياة مراحل. من منا يجمع أهله على 3 أيام البيض كل شهر، 13 14 15، يجمع أولاده وأهله في كل شهر عربي يصوم معهم. صيام التطوع من أعظم الأعمال وأفضلها عند الخالق جل وعلا. استغفروا وتغافروا، بل سبحوه واشكروا. استغفروا